خالد شاب وحيد في أواخر العشرينات، كان عايش في شقة صغيرة وهادية في الدور الأخير. الوحدة كانت مريحة لخالد لحد ما بدأت معاناته مع مشكلة غريبة. بدأت من أسبوع، كل ليلة الساعة 3:07 بالظبط بيصحى خالد على صوت منبه مزعج. ده ما كانش صوت منبه تليفونه ولا صوت منبه حد من الجيران، ده صوت جاي من بعيد كأنه طالع من جوه الحيطان. في الليلة الأولى خالد فضل يدور في كل حتة في الشقة، تحت السرير، في الدولاب، عند الشباك، بس ما لقاش أي مصدر للصوت. وفضل على الحال ده كام ليلة من المعاناة والرعب. في الليلة الرابعة خالد قرر إنه يسجل الصوت. فضل صاحي لحد الساعة 3:06. جسمه بيرتعش وقلبه بيدق بسرعة. فتح تليفونه واستنى، وفجأة صوت المنبه رن. لكن المرة دي ما كانش صوت المنبه وبس، كان فيه همس، كلام مش مفهوم. وتاني يوم خالد فتح التسجيل، لكن هنا كانت الصدمة. التسجيل فاضي، مفيش صوت منبه ولا همس. الصوت كان جوه دماغه هو وبس. في الليلة اللي بعدها خالد معرفش ينام. قعد في الصالة والضلمة مالية المكان، مفيش غير نور خفيف جاي من المطبخ، وفضل مستني. ولما الساعة بقت 3:06:55 حس ببرودة قلبت الأوضة كلها. خالد اتسمر مكانه، مسك الموبايل عشان يشوف الساعة. فجأة صوت المنبه رن تاني. بص خالد لتليفونه عشان يتأكد الساعة كام، لكن وهو باصص على الانعكاس اللي على شاشة التليفون المظلمة شاف انعكاس صورته، بس ما كانش لوحده. وراه في الطرقة اللي بتودي لأوضة النوم شاف باب الدولاب بيتفتح بالراحة. ايد صغيرة سودة مجعدة وضوافرها طويلة ماسكة الباب وبتزحف لبرا. من الرعب حاول خالد يهرب، بس معرفش، جسمه كان متكتف، صوته مخنوق. وفجأة سمع صوت طفل صغير بيضحك بخبث ويقول: أنا اللي زبطت المنبه على وقت صحيانك. النور فجأة قطع، شاشة الموبايل نورت لوحدها. الدولاب كان فاضي، لكن المنبه اشتغل تاني، وبدل الوقت ظهر اتصال. المتصل 307. ايد خالد المرتعشة ردت على الاتصال. في اللحظة دي المنبه وقف، الهمس وقف، ما كانش فيه غير صوت واحد بيقول: لو انت بتسمعني دلوقتي يبقى الدور عليك. الليلة الجاية الساعة 3:07.